لو كان على بورسعيد واكتب له امك وصيه علشان هتموت اكيد وملكش اي ديه بنقولها لاي حد وخلاص ما فيش هزار هتشوفوا الموت بجد والليله ضرب نار هتفوقوا على كابوس وهتصحوا على جحيم واللي هيعمل نفر مش هيروح سليم. كانت حكمة والدي تقول: قد تختلف وجوهنا من شخص إلى آخر في اللون والحجم والعيون، لكننا وجه واحد في عيون ابن صهيون. يا أيها البطل، في وجه من ترفع سلاحك؟ في وجه عدو استباح الأرض واستباحك؟ أم في وجه من جراحه هي نفس جراحك؟ في وجه من ترفع سلاحك؟ يا كنزنا المكنون، يا مقلة العيون، ألهذا الحد وصلنا؟ أوليس القتل جنون؟ يا أيها البطل، في وجه من ترفع سلاحك؟ هل نسينا أن دم المسلم على المسلم حرام؟ هل نسينا أن المسلم عند المسلم لا يضان؟ أهذه وصية الرسول محمد؟ قتل الصديق وذبح الحمام والله حرام. أفيقوا، استيقظوا، قوموا يا نيام، أنتم تذبحون بعضكم وغيركم في أحضان العهر ينام. على من ترفعون السلاح؟ على الصابرين، على الجائعين، على الصامدين المرابطين، أم على من شردنا وضيعنا منذ سنين؟ على من ترفعون السلاح؟ إسرائيل اليوم في عيد وموتنا هو الخبر السعيد، ما دام ييسم فينا الوليد ونذبح من الوريد إلى الوريد. سامحنا يا جريح، راح الذي من أجله جرح. شيء من الخجل، شيء من الخجل، أم أنكم ما عدتم تخجلون؟ بوجه من ترفعون السلاح؟ بوجه من ترفعون